السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة وصفة بسيطة وموفرة جدا وكمان شهية للأطفال، والأطفال هيحبوها جدا جدا لأنها شبه الحاجات بتاع بره. معانا النهاردة مكرونة سباكيتي مع بطاطس مقلية بطريقة كده حاجة اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين شهية ولطيفة وحقيقي كل أطفالنا هيحبوها. وصفة ولا أطعم. يلا بينا نبدأ وصفتنا. هنجيب البطاطس بتاعتنا، وبصي عندك بتاع الشيبسي اعمليها بتقريبا سمك الشيبسي، بس انا فكرة ما كنت مكسلة اطلعها فعملتها سمك رفيع بالسكينة. في نفس الوقت هولع على المكرونة بتاعتي تتسلق. حطيت هنا في المية المغلية ملح ومعلقة من الخل، علشان مش بيدي طعم، بس هو بيخلي المكرونة ما تلزقش ببعضها اللي هي الاسباجيتي. فهسلقها كويس. بعد ما هسلقها هغسلها وهصفيها وهسيبها لحد ما اعمل الصلصة. زي ما انتوا شايفين بسلقها كويس. هنا كانت خلاص اتسلقت كده، خلصت سلق المكرونة. زي ما انتوا شايفين هنا بعد ما قطعت البطاطس بتاعتي جبت عيدان الشيش طاووق، وكنت بتني البطاطساية زي ما انتوا شايفين كده وبحطها. شكلها رهيب. كده خلصت البطاطس بتاعتي. نبدأ نعمل الطماطم بتاعتي. جبت تقريبا نص كيلو من الطماطم، نص كيلو من المكرونة وضربتها وصفيتها. طيب حطيت هنا معلقتين تقريبا من الزيت مع معلقة من السمنة، وهسيحهم وهبدأ انزل بالثوم بتاعي. هفرم الثوم بتاعي وانزل بيه. انا بعمل صلصة المكرونة بالثوم بس زي ما انتوا شايفين. هصفر التومة بتاعتي خليها لونها ذهبي، وبعد كده انزل بعصير الطماطم بتاعي. عصير الطماطم بتاعي المتصفي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعدين نزلت بمعلقة من الصلصة الجاهزة، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومكعب من المرقة، ونزلت كمان بالملح بس متصورش، ورشة من السكر، وهسيبها تتسبك. وبعد ما اتسبكت هنزل بالمكرونة بتاعتي واديها تقليبة كويسة. وخلاص كده انا عندي المكرونة مستوية، فهطفي عليها. بعد ما هقلبها كويس هطفي عليها. لو المكرونة بتاعتك نص سوا بتسيبيها قيمة 3-4 دقايق مع الصلصة على النار. شايفين اللون؟ شايفين المكرونة التحفة فظيعة، ريحتها كانت قلب الدنيا زي ما انتوا شايفين. كانت فظيعة يا بنات. انا عملتها معاكم قبل كده. شايفين حاجة تحفة. بقلبها كويس اوي في الصلصة بتاعتي. وهنا خلاص بعد ما بقلبها كويس زي ما قلت لكم بطفي النار. البطاطس بتاعتي في زيت غزير وسخن. بنزل بالبطاطس بتاعتي وبقلبها كده بالراحه لحد ما تتحمر معايا. بعد ما اتحمرت زي ما انتم شايفين بقت بالجمال ده، هنزل برشه عليها من الملح كده مع رشه من البابريكا. ولزوم الجناشه بقى ايه، هنزل كده ايه بشويه من الكاتشوب. بقت بحاجه بهاي الروعه. بقت اللوحة الفنية دي حاجة تحفة، وولادنا هيحبوها جدا لان شكلها مختلف وطريقتها مختلفة، وهما بيحبوا الافتكاسات دي. فجربوها وقولوا لي رأيكم، وانا متأكدة انها هتعجبكم. حاجة ولا اروع. اوعوا تنسوا تجربوها، وما تنسوش اللايك والشير، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ويا ريت تشتركوا معايا في القناة. هتشوفوا كل جديد وبأسهل وأبسط طريقة، وكمان أوفر طريقة. بس كده، بحبكم. شكرا لوقتكم. مع السلامة.